يا ترى نجيب مين ونبيع مين في الجولة التانية، ومين اللعيب اللي لعب حلو قوي قوي الجولة اللي فاتت ولكن ما طلعش بنقط، فده نصبر عليه وما نبيعهوش، عشان صدقني لو بعناه الجولة الجاية هندم عليه قوي قوي. وكمان كابتنة هالاند محسومة بنسبة 100%، ولا في كده حبة كلام ندردش فيهم سوا على موضوع الكابتنة لأصحاب مقولة اللي هو الفانتازي ليست للجبناء، فممكن يكون في حبة كلام على موضوع الكابتنة. رفقا بنا رفقا بنا، لا 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 لا، انا اللي راح انجن مع هذول الانجليز، انا اللي راح انجن معاهم. كل ده هنعرفه في حلقتنا النهارده يا صديقي العزيز، واوعدك انك هتكون خارج من الحلقه دي مفتح عينك على حاجات كتير قوي قوي مش هتلاقيها في حته تانية. وكمان لو انت ما اتفرجتش على الماتشات كلها في الجوله اللي فاتت هقول لك على حاجات كانك اتفرجت على 10 ماتشات كلهم 90 دقيقه كامله مش هتلاقيها في حته تانية. فبدون مقدمات كتير عاوزك تروق وتصلي على النبي كالعاده، وما تنساش بقى اللايك بتاعك الجميل واشتراكك الحلو عشان عايزين نوصل للقناه 5000 مشترك باذن الله تعالى قبل نهايه السنه، فمساعدتك بقى ومشروبك الجميل ويلا بينا. طيب تعالى نشوف سريعا انا جبت كام نقطه الجوله اللي فاتت، وبصراحه انا مبسوط جدا جدا ان انا اتبعت استراتيجيه السيزون ده كنت نفسي اعملها السيزونات اللي فاتت كلها، ولكن الحمد لله لما نجحت السيزون ده فانا هتبعها على طول السيزونات الجايه ان شاء الله من اول جوله كده على طول، ومش هفكر على طول. ايه هي بقى؟ انا دلوقتي فعلت البنش بوست الجوله الاولانيه. هتقولي ايه ده ازاي سيبها للجولات الدبل؟ انت عبيط تخلص البنش بوست من الجوله الاولانيه ومش عارف ايه والكلام ده كله. السيزون ده بالذات خلاص من اول السيزون ده مش هيبقى فيه ماتشات دبل كتير، هتبقى بس جوله ولا اتنين بالكتير قوي، مش هيكون بقى فيها 20 ماتش دبل والشغل ده اللي هو بتاع السيزونات اللي فاتت كلها. هو يا دوبك هيبقى فرقه ولا فرقتين عندهم دبل. طيب ايه بقى اللي خلاني ان انا اعمل البنش بوست؟ بسبب الموضوع اللي انا قلت لك عليه، هو موضوع الدبل. وكمان انا ما بستفادش بالبنش بوست اصلا على مدار السيزون، ما هو انا علشان استفاد بالبنش بوست لازم يكون عندي دكه كويسه ويكون عندهم ماتشات كويسه وبيلعبوا اساسيين، مش مجرد ان هو مثلا يكون عندي وينكس اللي هو مثلا في خط النص بتاع ليستر سيتي مش هيعمل حاجه وهيجيب، انا عارف ان هو هيجيب نقطتين فافعل البنش بوست عشان اخد منه نقطتين ويبقى انا كده اسمي فعلت البنش بوست. لا، ما هو انا كده فعلتها يعتبر على الفاضي او كاني ما فعلتهاش. فانا كنت عايز افعلها وانا عندي لعيبه على الدكه كويسه يجيبوا لي نقط. بنش بوست عامه لما بيجيب لك فوق ال 15 نقطه او ال 20 نقطه تبقى كده بنش بوست ناجحه. فانا قلت ان انا هعمل بنش بوست الجوله دي من اول جوله واخلص منها واستفاد منها، ومن الجوله الثانيه اعمل بقى افعل الوايلد كارد لسبب برضه. هتقولي ايه ده انت برضه فعلت الوايلد كارد من الجوله الثانيه وفي يوتيوبر يعمل كده ها ومش عارف ايه وبتاع؟ صح، انا معاك والله وكل حاجه، ولكن يعني بالذات السيزون ده لما الفانتازي خلوا ان هو يبقى معانا 5 تبديلات نقدر نحوشهم مش تبديلتين زي السيزون اللي فات والسيزونات اللي فاتت يعني، فدي حاجه قوت قلبي ان انا لا خلاص انا هعمل وايلد كارد من الجوله الثانيه واقعد 4-5 جولات مش هعمل ترانسفير خالص، يبقى معايا 5 تبديلات بحالهم، اجي على الجوله السابعه يعتبر معايا ميني وايلد كارد. انت اصلا لما بتيجي تعمل وايلد كارد بتعمل كام تبديله في فريقك؟ هو 5 6 7، اكيد مش هتبدل 15 لعيب يعني في الوايلد كارد، فانا يعتبر كاني معايا وايلد كارد. طيب انا تشكيلتي جابت كام نقطه بقى؟ جبت 99 نقطه، فدي حاجه جامده جدا في الاول سيزون وخلتني ان انا بقى توب 4000 بادي بدايه ما شاء الله جامده جدا عجباني جدا. جبت في الحراسه رايا واليسون مفيش احسن من كده، كل واحد كلين شيت وبونص ومدلعيني. في خط الدفاع جبت مارتينيز ومزراوي، عملت دبل دفاعي من مانشستر يونايتد، مارتينيز ومزراوي ما شاء الله عليه جامد جدا. وهال 5 نقط برضو، يعني اخر روقان. ارنولد على الدكه 8 نقط. واينا للاسف اتصاب في الدقيقه 55 او حاجه و50، لو كان بس اتصاب في الدقيقه 60 كنت طلعت بالكلين شيت بتاعه، كان هو طلع كان وقتها كان 1-0 لنوتنجهام، كان هو دخل فيهم جون في اخر 5 دقايق، فلو كان بس اتصاب في الدقيقه 60 5 دقايق بس كنت طلعت بالكلين شيت وكنت عديت ال 100 نقطه. خط النص بقى جبت طبعا صلاح وجوردن وعماد. خط النص مش افضل حاجه خالص، ما عرفتش اختار كويس في خط النص للاسف. جوردن خذلني ولكن كان غصب عنه علشان الطرد اللي اثر عليهم في بدايه الماتش. عماد ديالو بصراحه كان بيقدم ضحك خالص طول الماتش. سون برضو كنت متوقع منه، كنت بفاضل ما بين سون وساكا، بس قلت خلاص طالما جبت هافرتز في الهجوم فهجيب سون انوع، فيا ريتني كنت جبت ساكا. وجبت وايت. كل خط النص قدم ضحك ما عدا حبيب قلبنا محمد صلاح. قدام بقى في الهجوم ايزاك وود وهافرتز. خط الهجوم كما الكتاب يقول
مشيت ما جبتش هالاند. تشيلسي اوي ماتش صعب مش احسن حاجه الكلام ده كله، ومع حوار بتاع كوكوريا والشغل ده وبتاع، بس برضو انا قلت لا. وود متوقع ان هو قدام بورنموث على ملعبه ان هو يجيب اكتر، وفعلا قد كان يعني، وايزاك وهافرتز. فالحمد لله يعني ايه 99 نقطة بداية مش وحشة خالص، وبداية ان احنا نبني عليها السيزون ده بداية كويسة موفقة الحمد لله. فطمنا عليك يا صديقي وقول لي ان انت جبت كام نقطة الجولة اللي فاتت، ويا ترى مبسوط ولا زعلان ولا ايه؟ وسواء كان كده او كده، شفت انا الانبساط اللي انا فيه ده ما يدلش خالص ان انا هكمل كده بقية السيزون، ملهاش اي علاقة. والزعل اللي انت فيه ده ما يدلش خالص ان انت هتكمل كده طول السيزون. انا ممكن انا مبسوط اول جولة وكل حاجة، اجي الجولة الجاية اخطط غلط، اكابتن غلط، الكلام ده كله انت تعديني اللي انت اصلا اللي انا جايب اكتر منك الجولة اللي فاتت. فالموضوع ماراثون طويل وملوش اي علاقه بجوله ولا جولتين، الموضوع عايز له نفس طويل. تعالى نتكلم مع بعضنا بقى يا صديقي في الجوله الثانيه في كل مركز كده، الحراسه، خط الدفاع، خط النص، خط الهجوم، نعمل ايه في كل مركز. وما تقلقش هرد على كل اسئلتك في كل مركز وكل الحاجات اللي بتدور في دماغك سواء كان على فرقه او على لعيب معين، هتلاقيني هرد على كل الاسئله دي في كل مركز. طيب البدايه كده من مركز حراسه المرمى سريعا كده عشان ما ندلوش اكبر من حجمه. يعني في مركز الحراسه ما تعملش اكيد ترانسفيرات في الجوله الثانيه اكيد على حراسه المرمى، اكيد مش هتحرق الترانسفيرات بتاعتك على حراسه المرمى. انا عارف ان بيكفورد مزعلك جامد الجوله الاولانيه وكل حاجه، ولكن عشان برونس ويت وكمان باترسون ما كانش موجود عندهم فده اثر عليهم في الدفاع، مش عارفين ان هم هيرجعوا امتى، فاتكوا على الصبر. نفس الكلام الحراسه ب4 ونص قدموا ضحك جامد جدا، هندرسون وفليكن، وكمان الاثنين كانوا ماتشهم قدام بعض، الاثنين كانوا عاملين بيعلوا الضحك على بعض. هندرسون كان وحش قوي قوي، وكمان فليكن الجون اللي جه من كريستال بالاس كان من غلطته، فالاثنين كانوا طول الماتش كانوا وحشين. في كلام من جوه فرقه كريستال بالاس ان جينوستون احتمال اللي هو الحارس البديل بتاع هندرسون مش هيمشي السيزون ده. فلو مش هيمشي ولو هندرسون كمل بالضحك ده كده جوله ولا اتنين، لا وقتها هيقعد دكه هندرسون، وقتها هيبقى جينوستون هو الحارس الاساسي. نفس الكلام فليكن لو قدم كمل بالضحك ده هو بس عشان كسبه فالموضوع اتغطى شويه، ولكن لو كمل بالضحك ده اكيد مليون في الميه هيقعد دكه والحارس البديل هو اللي هيلعب. فالحين وقتها يحصل اي تطورات وقتها نبقى نعمل ترانسفيريه، حتى كمان يكون معانا 2 ولا 3 ترانسفيرات وقتها نبقى نعملها من باب الرفاهيه، لكن اكيد انت دلوقتي مش من ترانسفيريه واحده هتحرقها على حراسه المرمى. ولكن يا صديقي في حاجه مهمه اخيره بس عايز اكلمك عليها في حراسه المرمى. فانا من اصحاب نظريتي ان انا ما اصرفش كتير في حراسه المرمى اللي هو اخري 4.5، ولكن في حاجه مهمه جدا، لو انت ما معكش حد من دفاع ليفربول فيبقى لازم يكون معاك اليسون، بس برده مش من الجوله الجايه. لو انت هتعمل وايلد كارد ماشي، لو مش هتعمل وايلد كارد استنى جولتين ولا 3 يكون معاك 3 تبديلات ولا حاجه، وقتها تبقى من باب الرفاهيه تجيب اليسون. نفس الكلام لو معكش حد من دفاع الارسنال فوقتها لازم تجيب رايا. المهم يعني ان انت لازم تجيب حد بيكون معاك حد تكفر حد من دفاع الارسنال وتكفر حد من دفاع ليفربول. خط الدفاع بقى، لو اتكلمنا عن خط الدفاع في الحقيقه في كلام هنا مهم جامد جدا. هل مروان نجيب مزراوي اللي هو اصلا اكتر واحد بيتجاب دلوقتي في الوقت ده، ولا نصبر عليه؟ بص انا جبت مزراوي الجوله الاولانيه زي ما وريتك، بس انا عشان كنت على البنش بوست وكده كده كنت عامل وايلد كارد الجوله الثانيه، ولكن بصراحه مزراوي ما فيش كلام عليه وما شاء الله جامد جدا، وقدم الماتش اللي فات جامد قوي 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 في الدفاع. بس الفكره كلها في ان لوك شو بعد الجوله الثالثه هيرجع، ولوك شو الفتى المدلل بتاع تنهاج، فلوك شو مليون في الميه هيحجز الباك شمال مركز اساسي على طول. الفكره بقى كلها ان مين هيلعب باك يمين. هو حلاوه مزراوي ان هو بيعرف يلعب باك شمال وبيعرف يلعب باك يمين، فالفكره في ان دالوت هيكمل باك يمين ولا وقتها مزراوي هيلعب باك يمين. كهجوم كالناحيه الهجوميه مليون في الميه دالوت احسن بكتير، كروسات والدنيا تمام. مليون في الميه الدفاع مليون في الميه ما شاء الله مزراوي ومفيش مقارنه اساسا. فالفكره هل مثلا وقتها تنهاج هيلاعب مزراوي في الماتشات الصعبه قوي اللي هو مثلا السيتي اوي توتنهام اوي الكلام ده كله، ولا يعني مثلا وقتها هيلعب في الماتشات كلها، ولا دالوت هو اللي هيلعب، ولا في حاجه اللي هو انا وقتها هنفضل في الموضوع ده شك كبير جدا لحد ما تنهاج يطلع يقرر. فلو انت مثلا على الوايلد كارد او لو انت معاك ترانسفيريه واحده، لا مزراوي اتقل عليه. اضمن واحد في الدفاع اللي حاليا بتاع اليونايتد مارتينيز مليون في الميه، مارتينيز ده هيفضل يلعب اساسي طول السيزون الا لو اتصاب. فمزراوي انا شايف ان مع كل الهوجه اللي عليه دي لا ما تروحش تجيبه دلوقتي. انت ممكن ما تعرفش الجوله الجايه بعد هو هيلعب الجوله الجايه وهيلعب الجوله الثالثه، بس من الجوله الرابعه انت مش عارف ان هو وقتها لما لوك شو هيرجع وقتها الحسابات هتتغير ازاي. طيب هل بقى يا مروان لو انا معايا كونسا اللي هو مدافع ليفربول ابيعه ولا اصبر عليه؟ وهل في مدافع من ليفربول يقدر يعوض النقط بتاعت ارنولد ولا ارنولد مفيش زيه؟
بالنسبه لكونسا فكلنا شفنا ان هو طلع من بعد الشوط الاولاني، واحنا كنا فاكرين ان هو اصابه، وطلع سلوت بعد الماتش في المؤتمر قال ان هو لا ما كانش اصابه، دي كانت حاجات فنيه. تمام. فاحنا مش عارفين ان هو كان بيعنفه مثلا فيجي الجوله الجايه فيلعبه اساسي يقول له هو اتعلمت بقى هتلعب الجوله الجايه اساسي خلاص، ولا كوناتيه هيفضل يكمل. كوناتيه برده مش مدافع قليل، يعني مش مدافع اللي هو اي كلام اللي هو لا يفضل قاعد على الدكه طول السيزون، وهو اكيد اصلا مش هيرضى بكده. فدي هتفضل برضو على طول صداع في دماغنا، ومش عارفين كل جوله يا ترى كونسا ولا كوناتيه، يا ترى مش عارف ايه. فريح دماغك، لو انت كنت جايب كونسا الجوله الاولانيه لا انا شايف ان انت بصراحه تبيعه، يعني تبيعه وتخلص من الزن ده. طب تجيب مين؟ ما اكيد مش هتروح تجيب كوناتيه اللي هو برضو عليه شك ان هو يلعب ولا كونسا اللي هيلعب. فروح بقى على فئه 6 مليون، فان دايك روبرتسون الاثنين بنفس السعر. اكيد مش هيجيب فان دايك، مليون في المية مش هيجيب فان دايك. احنا بقى عاقلين وبنجيب الباكات اللي هم دايما ايه على طول كروسات وممكن يعملوا لنا اسيستات. فيبقى روبرتسون ب 6 مليون اختيار جامد جدا، وكمان روبرتسون معاه بعض من الركنيات وفاولات، فالدنيا رايقه زيه زي ارنولد. بس ارنولد بصراحه كهجوم احسن بكتير من روبرتسون، بس برضه روبرتسون بيزيد على طول وكل حاجه. بس لو تعرف تزود المليون ده سيكا سيكا هات ارنولد. مش هتعرف، روبرتسون ليه افضليه سيكا بسيطه قوي عن ارنولد، وايه هي ان روبرتسون نسبه ملكيته قليله جدا، مش عارف 6% ولا 7%. فلما يعمل لك حاجه مثلا نفترض ان هو مثلا روبرتسون جاب اسيست في الماتش ده وارنولد ما جابش، هيعليك جامد قوي. حتى لو هم طلعوا بكلين شيت هيعليك جامد قوي اكتر من الناس اللي معاهم ارنولد. ليه؟ لان ارنولد نسبه ملكيته عاليه بتاع 30 ولا 31%، روبرتسون نسبه ملكيته قليله، فيعتبر اختيار ديفرنشال. طيب بالنسبه لهال يا مروان نعمل معاه ايه؟ هتقولي نعمل معاه ايه يا عم، ده الجوله اللي فاتت جاب كلين شيت والدنيا كانت تمام، فاكيد مش هنبيعه، يعني انت مجنون ولا ايه؟ ما انا مش بقول لك نبيعه، ولكن انت بقى لو اتفرجت على الماتش كويس هتعرف ان هال قدم ضحك طول الماتش، كان بيقدم ضحك حرفيا، كان وحش قوي وحش قوي. مع ذلك شال كرة من على خط الجون كانت هتخش الجون، ومع ذلك كان وحش قوي. كان دايما كان هو الثغره الدفاعيه اللي في ناحيه نيوكاسل، دايما ساوثهامبتون كان بتلعب عليه. حتى كمان ايدي هاو جه في الاخر لا طلعه ونزل مش فاكر كان مين، ولا كان وحش قوي بجد. فمش عارف بقى ان الموضوع ده يأثر عليه في الجوله الجايه مع رجوع تريبير ولا لا، ان ممكن تريبير يرجع يفضل باك يمين اساسي، وقتها ليفرمنتو ياخد باك شمال مكان هال. مش عارف، بس هو من الناحيه الهجوميه الواد لا كويس، بس انا مقلق بصراحه جامد من هال. فالناس اللي معاهم بيرن هم اللي مطمنين اكتر ومرتاحين اكتر. بس لا يعني هال مش هنحرق ترانسفير عليه من دلوقتي، مش زي مثلا كونسا هنستنى ايدي هاو في المؤتمر الصحفي هنشوف هيتكلم عليه ازاي. هيتكلم على تريبير هيقول ان هو هيرجع، لا لسه تريبير فاضل عليه بدري، فوقتها نطمن ان هال هي خلاص هياخد اساسي ماتشين 3 على الاقل. واحد يقول لي طب بيدرو بورو يا مروان انت نسيت تتكلم عنه. انا ما نسيتش خالص، بيدرو بورو طبعا سفاح، وانا قلت لك لو تفتكر في حلقه الدفاع ان بيدرو بورو هو ما تستناش منه كلين شيت خالص. الدفاع بتاع توتنهام وحش سيء قوي. الدفاع بتاع توتنهام اتعامل معاه ان هو الدفاع بتاع ليستر سيتي، اتعامل معاه ان هو دفاع مثلا بورنموث، اتعامل معاه ان هو كده. ممكن كل ماتش يتعبوا 3 4 بس كل ماتش هيجيب لهم 4 5. هجومهم ما شاء الله كويس. فالفكره في ان بيدرو بورو في الناحيه الهجوميه ما شاء الله، بس انت هتجيب مدافع ب5.5 مليون. انت مش متوقع ان بيدرو بورو كل ماتش هيخش بالهيد يجيب له جون. هو اصلا مش مثلا قلب دفاع ان هو يجيبها من ركنيه، ده كان كده جت معاه كده. مش متوقع ان هو كل ماتش يعمل له اسيست. فمدافع ب5.5 مليون على ان هو استنى منه كلين شيت، استنى منه قصدي اسيست كل ماتشين 3، او استنى منه جون كل 5 ماتشات على الاقل. فانا شايف ان هو كتير عليه، بس برضه هيظل اختيار مليون في المية، مش محتاج نتكلم على بيدرو بورو يعني. طيب يا مروان بقى لو انا رايح اشتري مدافع النهارده كده وخلاص وهحرق الترانسفير بتاعتي على خط الدفاع، اشتري مين؟ مليون في المية خلي اولوياتك تكون حد من دفاع ليفربول وحد من دفاع الارسنال. لو مش معاك لازم حد من دفاع ليفربول او دفاع الارسنال. ارنولد او روبرتسون، معاك ده او ده. مش معاك الميزانيه بتاعت ارنولد، روبرتسون نفس ارنولد يعتبر مفيش فرق، وكمان ارخص مليون. وكمان قلت لك ميزته ان هو ان نسبه اختياره اقل بكتير، فيعتبر اختيار ديفرنشال. وفي الدفاع بتاع الارسنال حد بقى سواء بقى كان وايت صليبه جبريل ما فرقتش، كلهم يعتبر واحد. طيب افضل المدافعين بقى في الفئه ال4 مليون للناس اللي بيعملوا وايلد كارد او للناس اللي هيعملوا وايلد كارد الجوله الثالثه مثلا. فمين افضل المدافعين اللي ظهروا دلوقتي ب4 مليون؟ اول مدافع من ساوثهامبتون اللي هو هاروود. ليه بقى قلت لك ساوثهامبتون؟ هو ما عملش حاجه يعتبر الجوله اللي فاتت وخسروا واحد وكل حاجه انا عارف، بس الفكره كلها ان ساوثهامبتون لو كملت بالمنظر ده لا، الدفاع هم اكتر فرقه ظهرت من الفرقه الصاعده، اكتر من ليستر سيتي واكتر من ابسويتش تاون، ان هم في الدفاع متماسكين جدا بغض النظر عن الطرد بتاع نيوكاسل. لا في الدفاع ماسكين يعني نفسهم كده وشادين حيلهم، والدفاع فعلا ما بيطرحش عليهم كتير، وكمان في الهجوم كويسين جدا. فيبقى معانا هارود من ساوثهامبتون، ومعانا جونسون الباك رايت بتاع ابسويتش تاون، مع انه ما لعبش اساسي الجوله اللي فاتت ولكن نزل
وغالبا بقى هياخد اساسي الجولات الجايه، تمام. وهو يعتبر مش بيلعب باك، هو يعتبر بيلعب وينج باك عشان هما بيلعبوا ثلاثه في الدفاع، فدايما بيبقى طاير على طول. وكمان المدافع الثالث وهو فيسترجارد من ليستر سيتي، مش فايس، هو فيسترجارد احسن بكتير. ولو طلعوا بكلين شيت ليستر سيتي في ماتش من الماتشات، فمتوقع جدا ان فيسترجارد وقتها هو اللي ياخد بونص، لان دايما الواد في الركنيات بيطلع على طول. في الدفاع حتى كمان دايما بتلاقيه هو قائد الدفاع كده عن فايس. انت عملت لايك يا صديقي واشتراك في القناه ولا لا؟ صدقني لو ما عملتش لحد دلوقتي مع التعب اللي انا فيه ده كله، ومع ذلك عمال ادرس واذاكر لك علشان اطلع لك بكل المعلومات اللي تقدر تفيدك، فالله يبقى عيب عليك. لايك كده بقى واشتراك في القناه وروق عليا زي ما بروق عليك. ولو اتكلمنا بقى عن خط النص، وايه بقى الكلام اللي في خط النص، عشان في كلام مهم جدا 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 في خط النص. مبدئيا كده، هل يوتا يا مروان يقدر يعوض نقط صلاح؟ كلنا شفنا الجوله اللي فاتت، ولا مفيش الكلام ده؟ مفيش الكلام ده. بص، مع ذلك ان يوتا بيلعب مهاجم وكل حاجه، وخط نص معاك ب7.5 مليون، وبيلعب مهاجم في ليفربول، فدي حاجه جامده جدا. ولكن احنا كلنا شفنا صلاح مثلا الماتش اللي فات، طول الماتش ما كانش باين قوي يعني، تمام. جه كورتين ولا 3 جون واسيست، شكرا. صلاح ما فيش حد يقدر يعوض نقطه. ولكن ليه ان احنا ما نعملش دبل هجومي من ليفربول؟ يبقى معانا صلاح ويوتا ليه؟ بجد فكر فيها كده، قول لي ايه السبب ان انت ما يكونش معاك صلاح ويوتا؟ معاك صلاح تمام، ده خلاص امر مفروغ منه. ومعاك يوتا مهاجم ليفربول الاساسي حاليا، معاك في مركز خط النص ب7.5 مليون بس. ليه ما تعملش؟ وعلى فكره الاثنين دول مع بعض اختيار ديفرنشال. يوتا نسبه ملكيته لوحدها مش ديفرنشال، تقريبا دلوقتي يوتا نسبه ملكيته 20%. وصلاح طبعا كده كده مش ديفرنشال، ولكن الاثنين مع بعض ممكن تلاقيهم الاثنين مع بعض مثلا مع 5% من المدربين الفانتازي كلهم. فالاثنين مع بعض يختاروا ديفرنشال كويس جدا. طيب ساكا بقى ولا هافرتز؟ وهل ده هيقدر يعوض نقط ده ولا مفيش برضو منه الكلام ده؟ بص، دي بقى حاجه اللي هو ايه، 50-50 بصراحه. اللي هو ساكا وهافرتز، ساكا متألق جدا، وساكا البلينات والركنيات وكل حاجه، وهافرتز ما شاء الله، يعني الواد ما شاء الله، اللهم لا حسد يعني عشان دي فرقتي. مش عارف، اللي هو الواد الله اكبر عليه، تحسه ادرينو في عزه، تحسه لا. فهي 50-50. انت مثلا يعني ممكن بقى انت على حسب تفضيلك، على حسب تشكيلتك. اللي هو مثلا انت عايز تجيب معاك، مش عايز تجيب صلاح، فانت معاك ساكا، خلاص مش هتجيب هافرتز، هتجيب مثلا سولانكي مثلا يعني. طيب برونو فرنانديز لو انت معاك فبتعمل معاه ايه؟ ولو هو مش معاك فهل تروح تجيبه ولا لا؟ كلنا شفنا يعني برونو فرنانديز الجوله اللي فاتت، ربنا يكون في عون كل اللي كان معاه برونو فرنانديز حرفيا. كان جاب شلل الواحد اللي معاه برونو فرنانديز ده، مش طبيعي. ضيع بتاع اكتر من كوره وكمان مش فاكر كان عامل اسيست يمين والشخص ده كان ضيعها برده. فبرونو فرنانديز لو كان بس معاه حبه حظ كان طلع له الماتش اللي فات ده اقل حاجه ب15 نقطه. فلا، بيروح على الجون خطير، مليون في المية خطير. نصبر عليه، نصبر عليه. انا لو معايا برونو فرنانديز مليون في المية ما كنتش بعته الجوله الجايه. اللي تصبر عليهم بقى وما تبيعهمش حد زي سون وحد زي سولانكي من توتنهام بالذات، دول ما تبيعهمش. سون يعني بص، سون تديله فرصه الجوله الجايه، نشوفه ان هو هيبقى عامل ازاي. سون الجوله اللي فاتت قدام ليستر سيتي ما بينش اي حاجه خالص، ما عملش اي حاجه خالص. حتى كمان مع يعني قدوم وقتها سولانكي، فسون ما بقاش اللي هو بيخش دايما في منطقه ال 18 وبيخش ويبقى دايما جوه. لا، هو دايما واخد الطرف الوينج، وبقى تلاقيه عامل له كروس. هو دايما تلاقيه اصلا، هو سون غريب قوي ان هو كان بيخدم وقتها على ماديسون. اللي كانوا يتفرجوا على الماتش هيفهموا كلامي. ماديسون كان وقتها بيجي من ورا يخش من ناحيه الوينج بتاع سون، وسون يرجع مكان ماديسون وسون يباصي له الكوره. ماديسون بقى وقتها هو يحاول يوزع اللعب بقى، يرفع له جوه في منطقه ال 18 يباصيها لسولانكي. فسون لو فضل يخدم على الفرقه والكلام ده كله، سون لا، مش هيكون وقتها من اولوياتنا خالص ان احنا نجيبه، ولا حتى نفكر فيه في اي ماتش يكون توتنهام عنده ماتش سهل. سولانكي لا، سولانكي هو فعلا بقى بجد اللي تصبر عليه. سولانكي انا بقول لك اهو، من الجوله الجايه هيجيب له على الاقل جون الجوله الجايه. طيب مين تاني بقى تصبر عليهم وما تبيعهمش؟ عشان انا نسيت اقول لك عليهم. مبدئيا كده معاك روجرز من استون فيلا. الواد ده لو معاك فمليون في المية اوعى 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 تبيعه، ولو مش معاك فروح اشتريه. هتقولي ازاي يا ابني وما عملش حاجه؟ انت بتقول ايه بتاع؟ انت لو اتفرجت على الماتش بتاع استون فيلا هتعرف ان كل الخطوره كانت من ناحيه روجرز. لو كان معاه بس بعض اللك شويه كان طلع له على الاقل باسيست وجون. الواد ما شاء الله خطير جدا، اخطر كمان من واتكنز الجوله اللي فاتت. لا، هو الموزع لعب دايما من استون فيلا، هو الكل في الكل في استون فيلا حاليا. فلو كمل يعني انا كنت دايما عندي تخوف ان هو اصلا ما يلعبش اساسي، فلما لعب اساسي كان عندي بقى تخوف ان هو ما يلعبش حلو، فيكون وقتها ايمري ما يعجبوش اداؤه فوقتها هيقعده دكه. لا، الواد فعلا اقنعه جدا واقنعنا، وحتى كمان ايمري طلع اتكلم عليه بعد الماتش وقال لي ان روجرز كان قدم ماتش جامد جدا ومش عارف ايه والكلام ده كله.
فروجرز ما تبيعوش خالص. مين تاني اللاعب اللي ما تبيعوش؟ وهو ايزي. ايزي صدقني لو بعته هتندم جامد قوي. كريستال بالاس ادائهم الهجومي حلو قوي، يعني كانوا الماتش اللي فات قدام برنتفورد عارف ان هم سجلوا جون واحد بس والكلام ده كله، ولكن طول الماتش كان هم ماسكين الماتش وعمالين يعملوا هجمات. وايزي لو كان معايا برده حبه لك زي الواد روجرز كان طلعوا على الاقل ب 10 نقط. ده جاب جون والحكم لغاه. والحكم لغاه ده مش اللي هو لغاه كده خلاص، هو الحكم لغاه حسب فاول تقريبا او حاجه قبل ما الكره تروح اصلا لايزي، وايزي خلاص كان جات له المفروض يدي ادفانتج او يدي اي حاجه. ايزي دخلها جون، فحتى كمان الحكم طلع بعد الماتش وقال ان انا اعتذرت لايزي. لا اعتذر لنا احنا اللي معانا ايزي في الفانتازي. فايزي اصبر عليه واصبر على روجرز. خط النص بقى بتاع تشيلسي نعمل معاهم ايه لو معانا حد زي مثلا كونكو وبالمر؟ بالذات بالمر اختيار 10 مليون ان هو ما يعملش حاجه في الجوله، وده كان متوقع ان هو كان بيلعب السيتي يعني، بس لا هو اصلا الواد او المنظومه الهجوميه بتاعت تشيلسي كحيانه، ما فيش اي هجمه او في اي حتى جمله اتعملت تدل ان الفرقه دي لا تيجي منها الجولات الجايه. انا عارف ان الجولات الجايه بتاعت تشيلسي سهله جدا جدا لمده 5-6 جولات اقل حاجه، فاحنا هنعتمد على موضوع الجولات، مش هنعتمد على موضوع الفورمه بتاعت الفرقه. لو هنتكلم عن موضوع فورمه الفرقه فهم فورمتهم ميته قوي من بري سيزون، من اول ماتش لعبوه قدام السيتي وحشين قوي بجد. فانت لو معاك نكونكو او بالمر ما تبيعهمش الجوله الجايه، اصبر عليهم عشان الجوله الجايه ماتش سهل قدام ولفرهامبتون. يعني ما معكش ما تشتريش غير ما نشوف بقى الجوله الجايه، نشوف هيعملوا ايه بقى قدام فرقه سهله، هيكملوا بنفس الضحك بتاع السيتي وبتاع البري سيزون ولا بقى لا ماريسكا هيظبطهم وهيفوق الفرقه. طيب يا مروان بقى، لو انا رايح اشتري النهارده خط النص حد اشتري مين؟ فمليون في المية صلاح او يوتا لازم يكون معاك واحد منهم. انت ما ينفع في ناس انا بشوف الدرافتات بتاعت ناس ما معهمش حد من هجوم ليفربول. اقنعني ازاي يا اسطى صلاح او يوتا؟ انت مش جايب صلاح عشان سعره غالي ومش عارف ايه والكلام ده كله ماشي، طب يوتا ب7.5 مليون خط النص وبيلعب مهاجم اساسي في ليفربول، فمستني ايه اكتر يا محنك ان انت ما تجيبوش؟ لازم برضو حد معاك من هجوم الارسنال، اصل انت لو معاكش من هجوم الارسنال معاكش من هجوم ليفربول فبتلعب اللعبه ليه؟ مين بقى اللي ظهر في الفئه السعريه اللي قلبك بيحبها اللي هم بتوع 6.5 مليون دول اللي هم هنكمل التشكيله بيهم وفي نفس الوقت يجيبوا لنا نقط؟ الواد ميتوما كده مش ظاهر ولا حاجه، ده كده عارفينه وكل حاجه، واختيار احنا كنا مستنيين. فابيان اللي هو هوريزلر ده اللي هو اللي جالهم مدرب برايتون السيزون ده، نشوف طريقه لعبه هتبقى عامله ازاي في اول ماتش في البريمير ليج. انا بقى عرفت حبه معلومات عن فابيان هوريزلر ده، ان هو عنده 31 سنه وان هو كان مشجع وعاشق لبرايتون من صغره. فدي حاجه كده تحسسك ان هو الراجل ده هيأدي كل ما في دماغه وكل ما عنده للفرقه بتاعته اللي بيحبها. فلو تخيل كده لو انت مسكوك الفرقه اللي انت بتحبها وانت عندك مثلا 30 سنه 31 سنه او انت صغير، يعني هتعمل ايه؟ تحس ان انت هتبات في النادي عشان تأدي كل ما عندك. فدي وفعلا الراجل ده في الهجوم بتاعه جامد جدا زي ديزيربي كده، ومش بقى زي ديزيربي في الضحك في الدفاع ضحك خالص، لا في الدفاع متماسكين وبيلعبوا بالعقل اللي هو هنظبط الدفاع ونهاجم كويس، مش ديزيربي يلا نهاجم ونفكنا من الدفاع خالص. فعندك مين ظهر بقى من برايتون ب5.5 مليون؟ الواد مينتا اللي هو المينتي او مينتا اللي هو بيلعب وينج يمين مكان مارش، عمل اسيست، وقبل ما يعمل الاسيست الواد خطير قوي. الواد تقريبا كان في كل وقتها لما كان بيلعب وقتها اساسي اكتر كمان من ميتوما، اكتر من ميتوما. كان بيلعب على حد زي ادينجرا، هو كمان الجوله الجايه متوقع ان هو يلعب اساسي، لان هو الجوله اللي فاتت ما اتصابش اصابه كبيره، ده بس كان مش عارف اتخبط في دماغه، فهو البروتوكول الجديد بتاع الدوري الانجليزي اللي هو الرخم ده لما اللعيب يتخبط في دماغه فلازم حفاظا على سلامته ومش عارف ايه والشغل ده يطلع على طول. فحتى كمان وقتها لما طلع ما اتحسبتش تبديله، احنا بس نستنى المؤتمر بتاع فابين هوريزلر ده ونشوف وقتها لو لا قال ان هو تمام وسليم وزي الفل. من توب 5.5 مليون من برايتون بالهجوم بتاع برايتون ده ما شاء الله، لا نجيبه ويبقى كمان هو احسن اختيار في الفئه السعريه بتاعت 5.5 مليون. عندك حد زي مبويمو ب7 مليون، هو في كل حاليا بعد توني احنا كلنا شفنا ان هو غالبا بنسبه كبيره قوي هيروح الاهلي جده. فمبويمو وكمان ساعات ممكن تلاقيه مهاجم تاني جنب ويسا، فمفيش احلى واجمل من كده، ولكن مش من دلوقتي. ده حطه كده في الواتش ليست بتاعتك من بعد الجوله السادسه، من اول ما بدايه كده الجوله السابعه باذن الله تعالى، اول ما الجوله السادسه تخلص الديدلاين يقفل خلاص نخش على الجوله السابعه على طول. مبويمو ترانسفيرايه كده عندك محترمه، شوف بقى مكان بقى مين بقى وقتها على حسب بقى ما نشوف وقتها التغيرات ايه اللي هتحصل يعني في الجوله دي ان شاء الله. وكمان الواد معاه بليانات وركنيات والفاولات، معاه كل حاجه. خط الهجوم بقى والحقيقه في حاجه بس بسيطه مهمه جدا، احنا تقريبا غطينا كل حاجه في خط الهجوم لما اتكلمنا عن خط النص اللي هو فلان ولا فلان، صلاح ولا يوتا، هافرتز ولا مش عارف ساكا، مش عارف سولانكي ولا سون، الناس دول كلها. ولكن في حاجه مهمه قوي، انت ازاي يا اسطى داخل الجوله الجايه من غير هالاند كده؟ يعني انت جاي لك قلب ازاي بجد؟ بص انت طالما انت مقتنع بالاستراتيجيه بتاعتك كمل عليها،
ما تعملش الوايلد كارد، بس حط في بالك يعني الماتش ده انت ما تتفرجش عليه، والله نظرا لاعصابك ما تتفرجش على الماتش ده. طيب واتكنز نعمل ايه بقى معاه يا مروان؟ نسيبه ولا نبيعه؟ ولو اصلا مش معانا فنروح نجيبه ولا؟ واتكنز الجوله اللي فاتت ما كانش احسن حاجه وكل ده، بس استون فيلا من الجولات الجايه ادائهم الجدول بتاعهم قصدي هيتحسن جامد قوي، هما وتشيلسي. فبرضه واتكنز اللي هو ايه، لو معاك يعني ما تبيعوش خالص، ولو مش معاك ما تروحش تشتريه غير بس ما نشوف الفورمه بتاعت الواد ايه. وايزاك انا شفت حاجات مضحكه فشخ، ان هو اصلا ايزاك من اكتر الناس اللي بيتباعوا، يعني مش اكتر واحد، من اكتر الناس اللي بيتباعوا ايزاك. انا نفسي اعرف ليه. هو يا اسطى لما طلع باسيست وفرقته مطرود منها واحد انت مستني ايه؟ طيب انت احمد ربنا، احنا نحمد ربنا كلنا ان احنا كنا معظمنا مكابتنينه، فاللي هو طلع لنا باسيست وفرقته مطرود منها واحد، فدي حاجه بحد ذاتها كويسه، على الاقل ما طلعلكش بلانك. فلا ايزاك مع البلينات، مهاجم الاساسي بتاع نيوكاسل، هجومهم كاسح، كل ده كله. فايه السبب اللي يخليك انك تبيع ايزاك؟ او انت كنت مستني منه، انا عارف انت مستني منه الماتش اللي فات ده هاتريك، جولين، اقل حاجه، الكلام ده كله، بس في حاجه اسمها ظروف ماتش، فرقته خدت طرد، فاللي هو الحوار ده اثر عليهم في الهجوم، ما بيروحوش هجوم على طول، بيهاجموا كل فين وفين وبيحاولوا ان هم يدافعوا، فاللي هو هيجيب جون ازاي بقى؟ ما هو مش سوبر هيرو. طيب احنا كده غطينا كل حاجه، خط الدفاع، خط النص، خط الهجوم، وتقريبا غطيت كل اسئلتك اللي بتدور في دماغك عن كل مركز، عن كل لعيب، عن كل فرقه. حلو كده، حلو. نيجي بقى عن اهم فقره، وهي فقره الكابتنه. الفقره دي اللي هي مهما ما انت عاكك في تشكيلتك، لو ظبطت الكابتنه هترفعك في الترتيب، ولو عكيت في الكابتنه كمان هتنزلك، بص هتضيع. فايه بقى انسب كابتنه؟ هالاند. خلاص ما انسى الفقره دي، خلاص هالاند حاجز الكابتنه بتاعت الجوله دي وخلاص. بس في ناس بيحبوا اللي هو لا انا اديها واحده ريسكيه ليست الجبناء، اللي هو انت خسران حاجه، ما تكابتن وخلاص. اللي هو على حسب، انت ممكن تصحى يوم السبت الصبح يجي لك كده افكار في دماغك واحاسيس كده من جواك، اللي هو لا هالاند مش هيعمل حاجه، يلا كابتن صلاح. وقتها صدق احاسيسك وروح كابتن صلاح، بجد صدقني ان موضوع الكابتنه ده بتبقى ماشيه دايما مع الاحساس. فهالاند منطقيا وعلى الورق وعلى القلم هالاند مليون في المية. طيب مين تاني؟ صلاح. عندك برنتفورد بيبقى دايما سلاح ذو حدين، ماتش يا اما سهل قوي يا اما ماتش صعب قوي. لو دخل فيهم جون في اول الشوط الاولاني، بس الماتش ده برنتفورد دايما بتفك، دايما توماس فرانك كده على طول. لو كملوا الشوط الثاني وصفر صفر، يعرف الماتش ده بالكتير قوي يا اما هيطلع 1-0 ليفربول يا اما هيطلع تعادل. فمحمد صلاح مليون في المية هيظل كابتنه اساسيه. اختيار التاني بقى الكابتنه الصايع قوي، الولد ديجو جوتا، المهاجم الاساسي بتاع ليفربول، وكمان القلوب الدفاع بتاعت برنتفورد دايما عندهم مشكله ما بين قلبين الدفاع بتاعهم، دايما عندهم مشكله كده في العمق، فمين هيستغلها؟ ديجو جوتا. طيب عندك بقى مين تاني كابتنه؟ اختيار ديفرنشال صايع ومهم قوي، وانا هو بقول لك اهو الواد ده الماتش الجاي هيجيب له على الاقل جون واسيست او جون، هما 2. مين بقى؟ عندك واحد زي ايزي، الماتش اللي جاي ده انا حاسس ان هو هيتالق قدام وست هام بالضحك بتاع الدفاع بتاع وست هام ده. فايزي اسمع مني ما تبيعوش لو معاك، وكمان ممكن تفكر ان انت تكابتنه في حاله ان انت مش هتكابتن هالاند. والولد التاني وهو مين؟ سولانكي قدام ايفرتون. لو ايفرتون كملت بالدفاع بتاعهم ده ان هو باترسون وبرانسويت مش هيرجعوا لهم الجوله الجايه، فلا يبقى سولانكي نجيبه ونكابتنه زيه زي هالاند. وهترجع الحلقه دي ان شاء الله تعالى الجوله الجايه وهتقول مروان ايه. فده كان كل كلام في الكابتنه، حراسه المرمى، خط الدفاع، خط النص، خط الهجوم، غطينا كل حاجه. طيب موضوع بقى تشكيلتي ان شاء الله تعالى النهائيه وابرز اللعيبه هتتالق في كل ماتش على حسب الثغرات الدفاعيه بتاعه كل فرقه، دي هتبقى في الحلقه الجايه باذن الله تعالى، غالبا هتبقى يوم الجمعه ان شاء الله تعالى الصبح، هننزلها ان شاء الله قبل الديدلاين بيوم. فده كان كل حاجه في حلقتنا النهارده يا صديقي العزيز. فما تنساش بقى اللايك بتاعك الجميل واشتراكك الحلو عشان ده بيساعدنا جدا وبيفرق معانا معنويا جامد نكمل بقيه السيزون ان شاء الله تعالى. وده كان كل حاجه، ويا رب تكون عجبتك الحلقه، وان شاء الله اشوفكم في الحلقه الجايه، وسلام.